مساء الخير عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم التي احتجتم أن تأتيكم بالجديد يوميا. اليوم مع فقرة فيديوهات ممتعة ومعلومات خاصة. نبيل عسلي، من منكم لا يعرف هذا النجم الذي سطع على شاشات التلفزيون الجزائري في الأعوام الماضية؟ نبيل عسلي من مواليد عام 1980 بمدينة فوكا بولاية تيبازا. التحق عام 2002 بمعهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان قسم التمثيل، وأيضا اتجه لمسرح القليعة. أول تجربة لنبيل عسلي كانت عام 2009 في فيلم سينمائي، فيلم الحراقة. الكثير من الجزائريين شاهدوا هذا الفيلم وأعجبهم جدا سطوع نبيل العسلي في دوره بجدارة للمخرج الجزائري مرزاق علواش. وهذا الفيلم فتح لنبيل العسلي مجالا للخوض في مجال التمثيل وفتح أبواب أكثر وفرص أكثر. من البرامج التلفزيونية التي شارك فيها واشتهرت بكثير دقيوس ومقيوس الذي أحدث نجاحا باهرا، ومسلسل تلك الأيام، ومسلسل مشاعر الذي يعد خليطا بين الجزائري والتونسي. وأكثر ما تركه يدخل لقلوب الجزائريين إبداعه في برنامج جورنان الغوستو الذي كان يظهر في رمضان لعدة سنوات ونسسطح. من الجوائز التي تحصل عليها نبيل عسلي جائزة أحسن ممثل في فيلم الدليل. وسطع نجم نبيل عسلي بكثرة في مسلسل البطحة بدور اللاز الذي لاقى إعجابا كبيرا من الشعب العربي والجزائري داخل ربوع الوطن وخارجه. نبيل عسلي لاقى شهرة كبيرة حيث أصبح الكل يأمل أن يأخذ معه صورا تذكارية. نبيل عسلي يعد الشعب الجزائري هذا العام لرمضان عام 2025 بعمل أفضل سيظهر على قناة الشروق والذي يسمى أربع، مع المنتج رضوان والمخرج وليد. إذن لا تنسوا لنا تعليقاتكم وتحفيزاتكم أسفل الفيديو، والاشتراك في القناة وتفعيل جرس المشاهدة فضلا وليس أمرا. وفي الأخير صلاة وسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إلى اللقاء.